ها نحن نودع عام 2024 بما ميزه من مكاسب وإنجازات. ربما إذا كان الحديث عن إنجازات قد يضم تبون من الإنجازات أنه عدد السجناء. نحن في نهاية عام، هذا اليوم الأخير بالمناسبة عام خير لكل الخيرين فقط صراحة، ولا عيد للظالمين والحقارين والمستبدين. عودة القوية على الساحة الدولية وفرض نفسها كشريك موثوق. اليوم الجزائر رجعت لمكانتها الحقيقية. الإشادة بالمساهمة الدبلوماسية الجزائرية. شنقريحة وتبون عايشين في نفس الواقع. يطلع تبون يقول لهم الجيش أعظم مؤسسة، بعد يطلع شنقريحة يقول لهم الدبلوماسية الجزائرية المنتصرة، لكن في الواقع خراب كما كان يحكي جمال. وينكم الغياب تاع الجزائر هلكنا. وهو العام كذلك ذاته الذي شرفتموني فيه بتجديد ثقتكم الغالية. تبون روح الله يرحم والديك، مانيش حاب كاع نزيد نشوفك في الساحه كاع. روح دي لا روتريت روح بعدنا روح يا خويا. انا نقول لك حاجه، ما تبون لا اله الا الله محمد رسول الله. جبت الفقر معك غير روح جبت الغلا معك، جبت كل شيء معك اخويا. ولد عمي غير لنواصل العمل معا بتفاؤل كبير مبني على معطيات ومؤشرات واقعية باتت تتميز بها الجزائر إفريقيا وعربيا. أعطوني نتيجة حققتها الدبلوماسية الجزائرية في هذه 5 سنوات. أعطوني نتيجة مهمة حققتها الدبلوماسية. خسرنا فيها ملايير الدولارات، وخسرنا فيها تعب، وخسرنا فيها عشوات. كل يوم طعام باللحم مع ليبيا، كل يوم هاي جات المنقوش، هاي راحت دبيبة، وجات دبيبة راحت المنقوش، هاي جات المنقوش راحت دبيبة، جات دبيبة والمنقوش كل يوم إلى ما تغداوش في الجزائر يتعشوا، إلى ما تعشوش يشربوا قهوة، في الأخير خرجونا صحراء. هل حلت الجزائر الأزمة في ليبيا؟ لا. رايحين من ليبيا رايحين للرباط يحلوا في المشاكل تاعهم، صوتوا علينا كامل وروحوا الرباط. للأسف الشديد الدبلوماسية تاعنا لم تحقق ولا هدف. حركة غريبة بدت كأنها ضربة خفيفة أو يربط على كتف عطاف، فسرها البعض بأن تبون أراد أن ينبهه بإنهاء تلك المصافحة. أراد فقط أن ينبهه. ما تقربش. المصيبة وين؟ أنه اكتشف الجزائريون في تلك المناسبة وذلك اللقاء ماكرون كان أبلغ تبون بأنه فرنسا ستعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ولكن الأجواء تبدو حميمية. ثم جاءت غبارة كبيرة وهجوم كبير على فرنسا وماكرون وهذا الموقف وهذا الخيانة من فرنسا وغيرها. يعني فرنسا حاسبة الجزائر 1000 حساب 1000 حساب. فرنسا التي نسجت فصلا من تاريخ المغرب إبان الحماية، وأول من دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية سنة 2007. باريس تلتحق بركب المعترفين بمغربية الصحراء وتلتزم بالتصرف بما يتماشى مع موقفها وطنيا ودوليا. أنا تفاجأت بصراحة سي جمال. عودة قوية للدبلوماسية في 2024. إفريقيا تطالب بعودة الجزائر، العالم كله يعترف بإنجازات الجزائر. يعني ما رأيك؟ بينما الواقع يقول شيء آخر. انتكاسات دبلوماسية في أهم ملف دبلوماسي في الجزائر، القضية الصحراء الغربية، انتكاسة آخرها الانتكاسة مع فرنسا. أرى أن هذا العنوان مبالغ فيه جدا جدا، خاصة وأنه يقول بأن الريادة، يتكلم عن الريادة، هذا لا يستسيغه أي أحد. هنالك مشاكل بالجملة بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية مع الجيران، أقصد مع المغرب، مع مالي، مع النيجر، مع إسبانيا من قبل، كذلك مع فرنسا خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة، ناهيك عن المواقف من قضايا عدة، مثلا ما حدث في قضية الساحل، ما حدث مع الكونغو وغيرها من الإشكالات، الاتحاد روسيا وكذلك أوكرانيا. هناك كثير من المآخذ التي سجلت مواقف حادة من الدبلوماسية الجزائرية. بلادنا تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق نهضة تنموية واعدة تؤهلها للولوج في مصف الدول الناشئة. القضية الصحراوية الجزائرية أيضا تدافع عنها في كل مكان، لا وخاصة في المجال الإفريقي، في الاتحاد الإفريقي إلى غير ذلك. اليوم لما نحاول نقيم السياسة الخارجية الجزائرية في هذا الميدان، هي كانت ناشطة، كانت سياسة متزنة جدا، لأنه الوضع الدولي
الآن هو وضع متوتر، ووضع يعني تقريب على فوة انفجار. لهذا اليوم نظن بأن الجزائر تحاول دائما إقناع الرأي العام وإقناع من تتعامل معهم بسياسة هادئة وبسياسة رزينة، وكيف يمكن أن نحل المشاكل والقضايا العالقة في إطار التحاور، في إطار المفاوضات وفي إطار التجانس. الوقائع تقول شيء آخر، يعني الوقائع تقول انتكاسة ولا انتكاسة. إسبانيا، موقف إسبانيا، ثم جاءت فرنسا قبلها طبعا ترامب، وإدارة بايدن لم تغير الموقف الأمريكي، والآن توقعات بأن الإدارة المقبلة ماركو روبيو وزير خارجية في إدارة ترامب ربما القادم أسوأ. هذا كان دعا إلى معاقبة الجزائر بسبب شرائها للسلاح الروسي، حتى العلاقة مع روسيا. اليوم الحمد لله استرجعنا كلمتنا وما نسكتش، لا في السودان ولا في النيجر ولا في مالي ولا في الصحراء ولا في ليبيا ولا في أي مكان لم نحقق أي نتيجة. وكنقولوا ماناش راضيين، يقول لك تبخونه، مانيش راضي. أنا لست راضي عن الأداء الدبلوماسي الجزائري، لست راضي. غيروا استراتيجية، جيبوا خبراء ودبلوماسيين، جيبوا ناس حكماء، جيبوا ناس دمادم. ثم هذه الدول التي مع الصين ومع روسيا ومع فرنسا كيف كانت الأمور وكيف أصبحت الآن، وكيف كانت مع موريتانيا وكيف ستصبح بعد أيام، كل هذا يدل دلالة على التخبط، لأنهم ما عندهمش رؤية وما عندهمش استراتيجية حقيقية بعيدة المدى. حتى موريتانيا يعني لا يمكن أن تقف ضد مصالح المغرب، وأن تبنيها أو خروجها من المنطقة الرمادية هو قضية وقت. نمشوا الآن للدول الساحل يعني الأخرى، يعني نتكلموا على النيجر وعلى مالي التي لها علاقات سيئة جدا مع الجزائر مؤخرا، وكنا شفنا كيفاش الخارجية المالية في سنة 2024 أصدرت بيان تاريخي في يناير 2024 وتكلمت على تدخل الجزائر في شؤونها الداخلية. مالي التي كانت بالعكس ساحة خلفية للجزائر، أصبح حكام مالي الجدد يتجرؤون على الجزائر، وكذلك فعل حكام النيجر وغيرها من الملفات. آخر انتكاسة دبلوماسية ومستمرة ومؤسفة ومحزنة يعني. ففي حكمتهم قرروا أن الجزائر تعترف بالدول ولا تعترف بالحكومات. طيب هذا شخص يناقض التاريخ الدبلوماسي للجزائر. كيف ولد الاعتراف الدبلوماسي للجزائر؟ ولد بالحكومة المؤقتة 19 سبتمبر 1958. احنا اصلا ولد الاعتراف الدولي بنا بحكومة. لماذا تضرون بالجزائر هكذا؟ والله حرام عليكم، والله العظيم، والله غير حرام. يعني انت خربتوا العلاقة مع سوريا، دعمتوا نظام مجرم، نظام بشار الأسد قبل 5 أيام، ثم تغير الخطاب بعد سقوطه ودعوة السوريين للحوار. ولماذا هذه النصيحة ليس على الجزائر للتحاور؟ ثم الأمس عطاف نعترف بالحكومات بالدول وليس بالحكومات. نعترف بالدول وليس بالحكومات. لماذا؟ بالعكس، بدلا من تدارك الموقف، فرصة إصلاح الأمر، إعطاء صورة للجزائر. لماذا؟ علاش هكذا محاولة إعطاء صورة أنه المناكفة، بينما الأطراف الأخرى تستغل هذا الموقف. المغرب وزير خارجية المغرب يتصل بوزير خارجية الإدارة الجديدة في سوريا. هذو كلهم ما يفهموش الدبلوماسية. الأمريكان ما تفهمش لبعثة مرسول، السعودية ما تفهمش، تركيا ما تفهمش. انت كل العالم ما يفهم. الاتحاد الأوروبي، المغرب نفسه يستغل الفرصة، وهو الوحيد، عطاف هو الوحيد الذي يفهم. هذو كلهم طلعوا، العالم طلع غبيا، وعطاف وتبون طلعوا أذكى الأذكياء. الواقع أنه ما يحدث هو العكس، العالم ليس غبيا، الغباء يقع في الناحية الثانية. والدماء المتجددة لهذا الملف تطال حصونا كانت عاصية. انهارت قلاع التضليل في أمريكا اللاتينية التي كانت ميادين يرتع فيها الانفصاليون في الأمس القريب. هذا الموقف يتكرر أولا في أوروبا،
حيث انضمت دول مثل سلوفينيا، إستونيا، الدنمارك وفنلندا إلى هذا الموقف الثابت. وأيضا في أمريكا اللاتينية دول مثل البرازيل، تشيلي، بنما، الإكوادور، جمهورية الدومينيكان وبالطبع بيرو تتخذ مواقف تدعم السيادة المغربية على صحرائه أو تدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، كما شهدنا قرارات بقطع العلاقات أو تعليقها مع ما يسمى البوليساريو التي كما أقول دائما لا وجود لها في القانون الدولي. محمد يعني المواطن الجزائري، خلي المواطن الجزائري يعيش في الواقع بعيدا. الاقتصاد احيانا معقد يعني. خلينا من الارقام الكبيره والاستشهادات. هذا صندوق النقد البنك الدولي مش نفسه اللي كان تبون والاعلام هوجم واتهم المخزن وانه موظف تونسي وانه تآمر والان يتم الاستشهاد. الجزائري يعيش واقع، يعرف الواقع اللي يعيشه. لو كان فيه تحسن فعلا مش يلمس المواطن الجزائري. المواطن الجزائري لا يرى ذلك، بالعكس يرى تراجعا كبيرا. وبالعكس السنوات الخمس لحكم تبون يعني تداعياتها على الاقتصاد الجزائري يعني نقولوها يعني بعيد الشر بيستر فقط. هذا سياسة التضخم المتواصلة، الدينار وتداعياته، وهذا العجز الرهيب والزيادات في الميزانية. انت تزيد في الميزانية انت ترهن مستقبل الاجيال المقبله. الان لما يتكلموا على الصحراء الغربيه، يا سيدي ما نروحوش على الصحراء الغربيه، نشوفوا الصحراء تاعنا احنا، نشوفوا الصحراء نتاعنا ونشوفوا الفقر اللي فيها، ونشوفوا الظلم اللي فيها والبطاله اللي فيها. انا كي نقول الجانب الكبير الولايات المنسيه في التسيير والغنيه بالموارد، ونقولها سكات مالنا ساكتين، اللي يغضب نحنا النفط ونحنا الغاز ونحنا الذهب خلاص نقولها بالتمازيق نضه عيينا ناسنا راهم يعانوا. الحسم عنوان بارز لمكتسبات متتالية حققها ملف الوحدة الترابية للمملكة خلال 24 و2000 بفضل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي أحكم قواعد ومبادئ التدبير وأعاد إدارة الملف إلى جادة الصواب. تمثيلية دبلوماسية تفتح أبوابها بالأقاليم الجنوبية. قضية عطاف أنا أقول لا، تبدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيمه. ابدأ بالجزائر. بينما يتم الحديث عن أرقام رهيبة، تبون يتحدث عن 450 ألف وظيفة وأننا حققنا 200 ألف في شهرين ونصف. نعم. وأين ذلك؟ يتحدث عن توفير الكهرباء المرة الماضية مدهش بالطاقة الشمسية للمدارس. وإحنا الدولة الوحيدة والدولة الوحيدة والأرقام الانتصارية يعني لا أعرف يعني من تبون هو اللي عنده حق، وهاد الملايين الجزائريين الذين يعيشون واقعا آخر هما يكذبوا على أرواحهم. ماذا يعني؟ المنظومة التي تتلاعب بالأقاويل بالشعارات، النظام اللي يطلب من الصحراء الغربية أن تقرر مصيرها ويعبث ويقمع في الجزائريين. ما يقارب 30 قنصلية تمثل 40% من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. والصحراء المغربية أصبحت قبلة لعقد الاجتماعات واللقاءات المشتركة في دعم مباشر لسيادة المغرب على الصحراء. A su apreciación, qué cosas se han hecho bien en nuestra interacción con el mundo, qué cosas se pudieron hacer mejor y qué se tiene que hacer en adelante. Vinculaciones con el sistema internacional asiático, es verdad, pero también con el sistema internacional europeo y el sistema internacional africano. Y eso significa, por ejemplo, en el tema africano yo tengo mientras Marruecos, que es la puerta de entrada al África y que además conecta poderosamente al mundo africano con Europa y otras partes del mundo, ha recibido una avalancha de adhesiones en su planteamiento sobre la autonomía para el Sáhara Occidental, que es el Sáhara marroquí, y el reconocimiento de la soberanía de Marruecos por el territorio del Sáhara, por Estados Unidos de América, por España y Francia, que tuvieron mucho que ver en su historia, por Finlandia, por Estonia, por Eslovenia y por otros muchos países europeos, y en América Latina, por Brasil, Chile, República Dominicana, Ecuador, Panamá y nuestro país, el Perú. Marruecos, el reino de Marruecos, que es clave para muchas otras miradas internacionales que el Perú pueda ir teniendo en adelante. دابا هادو كيستنساكن كيجيب لهم الله ان احنا
كيخصنا الاعترافات ديال الدول لكي تكون الصحراء مغربية. الصحراء المغرب في صحرائه، نحن نريد هذه الاعترافات لنهزمكم دبلوماسيا أمام العالم، باش نتغلبوا عليكم ونحقروكم دبلوماسيا. وشحال ما طال الأمد شحال ما أنتم تتألمون أكثر. هذا هو أما المغرب في الصحراء والصحراء في مغربها منذ 1975. الهزيمة الدبلوماسية هي اللي نبغيو، لأنكم فاشلين ومنهزمين وكل يوم تنهزمون وكيعجبكم الحال، وهذا اللي يصلح لكم. على الراس، دق على الراس. يعني النظام الجزائري أصبح يعني عزل الجزائر بشكل كبير فيما يخص هذا الملف، ورغم كل ما قامت به الدبلوماسية الجزائرية مؤخرا زيارات مكوكية إلى بعض الدول من أجل إقناع بالتراجع عن موقفها، إلى أن الأمر يعني كما نقولوا حنايا طفرت بالدارجة. وكنا شفنا مؤخرا يعني في خبر الجمعية العامة والمهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية أصدرت تعليمة بتمنع بالمتعاملين الجزائريين فيما يخص استيراد الموز اللي يجي من أمريكا اللاتينية، أصدرت تعليمة بمنع التوطين البنكي بالنسبة للإكواتور وبنما